اسود ومنيل. حتى انت يا عبير. الو، ايه القرف اللي انت كاتباه على الصفحه بتاعت الفيسبوك ده؟ قصدك على سمير ابو النيل؟ ماله؟ الراجل طلع محترم وكويس جدا. مش كفايه انه حل لي مشكله الشغاله؟ سمير ابو النيل بقى راجل محترم عشان حللك مشكله الشغالين يا عبير؟ الحقير ده بقى محترم يا عبير؟ اهدي يا حبيبتي وبلاش الجنونه اللي انت فيها دي. اهدي، دي الحياه حلوه. انت اساسا واحده متسلقه ووصوليه، وانا كنت حاسه كده من اول يوم. انا مش عايزه اعرفك تاني، ما تكلمينيش تاني عمرك في حياتك. ايه يا انسه وسمير ابو النيل مزعل حضرتك ليه كده؟ لا والله انت كمان بتحبه وشايفه راجل محترم؟ اه طبعا محترم، راجل محترم جدا ومثقف صحيح، وانا مؤمن بكل افكاره. كفايه اني كسبت التاكسي ده من فزوله الكلب البلدي. هاو 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 هاو. نزلني ايه يا انسه حضرتك قفشت كده ليه؟ حالا هات يا انزلي يا بنت المجنون. احترم نفسك. انزلي يلا. عرفتينا وتعبتينا. مجنونه قال بتاع سمير ابو النيل. ايه ده؟ البنت دي مش بتاعت الخبر على؟ لا مش هي، مش هي. امسك حكومه. على برافو يا مستر سمير، ده انت اتطورت بسرعه وطلعت مش سهل. امال انت مفكره ايه؟ بس ايه رايك في الدماغ؟ المذهل ان الاعلانات بتتضاعف بشكل غير طبيعي. لا وانا اللي عاجبني اكتر الشعبيه الفظيعه دي، الناس كلها بتتكلم عليك، انت جينيوس. اكيد مستر حسين هيستحلها بعد كده ويخليك تستثمر في فلوسه كلها. بس هو يقوم الاول بس بالسلامه وانا هنغنغه. اسمعوني بقى، انا الفتره اللي جايه دي ان شاء الله محضر لكم شويه مفاجآت هتشقلب لكم القناه. طب خير، فرحني. اتقلي على الرز. مفيش. يعني ايه مفيش؟ الراجل ما عندوش ولا جنيه في اي بنك في مصر. خالد ما تجننيش، اجتهد انت بس ودور وهتلاقي. انا عارفه. عبله، مش انت بنت خالتي تبقي اشتريتيني؟ انا معاد شغلي خلص من ساعتين. يا ابني ازاي راجل زي ده ما عندوش حساب في البنك؟ ده بيكسب فلوس بالهبل. ما اعرفش. بقول لك ايه، انت كده هتاذيني. كفايه الجنيه المصري. ارجع بالكاميرا لورا، هات ورا كابتن. كمان ما تخافش انا شايفك. ارجع كمان. هوب بس كده. 5 4 3 2 1. ما تنطق يا لوح، كلم دي. اخواني واخواتي المشاهدات، صباح الكراميلا بالنعناع عليكم جميعا. انا النهارده تلميذ في حضره الصرح الاعلاني الكبير الاستاذ سمير ابو النيل، اللي انا بتشرف اني بذيع اول حلقه من حلقات برنامجي صبحه يا مصر معاه. صباح الخير يا استاذ سمير. اهلا يا اشرف. انا مش مصدق نفسي، انا حاسس ان انا قاعد مع حد عظيم زي المهاتة غاندي، سمير الاسكندراني، نيلسون مانديلا. لا مانديلا لا، عندي عليه بعض التحفظات. طب ممكن حضرتك تقول لنا نبذه عن ذلك التحفظات؟ مانديلا مش حلو من هنا. فعلا هكذا. ايه ده؟ احنا نهزر يا جدعان؟ هو البرنامج في قلبه اعلانات ولا هي الاعلانات في قلبها برنامج؟ مش ممكن. خلاص يا استاذ سمير، ما تزهقش نفسك ولا يهمك. حضرتك كنت مستخصصنا بمفاجاه عن خبر مهم نفسي نستفرد بيه في هذه الحلقه. شوف يا اشرف، انا الفتره اللي فاتت دي اتعرضت لضغوط شديده قوي من قوى مختلفه لا داعي لذكر اسمها. عشان كده قررت اني هقوم بانشاء حزب سياسي اترشح عنه باذن الله لعضويه مجلس الشعب. الله، اكاد وان ابكي فخرا والله يا استاذ سمير. ويا ترى سميت الحزب ده ايه ان شاء الله؟ حزب البلبل. البلبل؟ وده بيعبر عن ايه حضرتك؟ البلبل هو رمز للتغريد بالحريه. البلد لن تتقدم الا من خلال تغريد بلابلها. انا كنت رافض امارس اي دور سياسي وقلت اكتفي برسالتي الاعلاميه، لكن اعمل ايه؟ بلدي محتاجاني. تحيا مصر! 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 حبايب سمير ابو النيل، يلا يا حبايب سمير ابو النيل، يلا يا حبايب سمير ابو النيل في كل مكان، زيت وسكر في المكان، يلا يا حبايب سمير ابو النيل، ادعوا لسمير ابو النيل، ادعوا لسمير